حبك للشخص النرجسي لدرجة التعلق دي كانت نابعة منه هو قبل ما تبقى منك، لأن الشخص النرجسي بيكون داخل العلاقة على أساس إنه هيوقعك في شباكه حتى لو مش بيحبك. هيكون داخل العلاقة بشكل جدي جدا وبيديك باور إنك تبادله الإحساس، وهيحاول إنه يسعدك بشتى الطرق، وهو من جواه ما بيكونش سعيد بده. ليه بقى؟ غالبا بيكون خارج من علاقة أو بيسيب علاقة تانية، فبيحاول يعوض علشان أما يسيب دي يلاقي دي، خوفا من الوحدة، لأنه شعوره بالوحدة وبعد الناس اللي هم عرفوه صح عنه بيوجعه، فبيعوض في علاقة جديدة. فهيقدر يفهمك إنه بيحبك حقيقي. وتيجي بقى أهم مرحلة عنده، فرض الذات. هيفرض نفسه عليك طول الوقت، وهيعرف أنت محتاج إيه ونقط ضعفك ويشتغل عليها. لو أنت شخص محتاج اهتمام هيغرقك اهتمام، لو محتاج حب أكتر شخص هيسمعك كلام حب. وقتك فاضي وكئيب هيحوله كله ليه وهيستفاد بيه. هيعرف يظبط مودك ويومك، ويقدر يحسسك إنه السند، ويسمع لك في مشكلاتك اللي فيما بعد طبعا هيعايرك بيها. هيكون هو مركز الكون عندك، بحيث من أول ما تصحى لحد ما تنام يبقى هو الشخص الرئيسي في يومك كله، وهيهمش كل الباقيين من حياتك سواء أهلك أو صحابك. هتلاقي صحابك وأهلك مفتقدينك وانت بتدي أعذار انت نفسك مش مقتنع بيها، علشان الوقت كله بيبقى ليه هو. هتعيش معاه رومانسية بجد، وكل ده هيكون خنجر في قلبك فيما بعد، علشان لما يتأكد تماما انك عشقته يقلب عليك ويظهر وجهه الحقيقي، وانت هتبقى مصدوم ومش مصدق. ليه صعب تنسى النرجسي او تخرج من علاقتك معاه رغم أذيته؟ علشان هو قام بدوره على أكمل وجه، وبالتالي وقت ما يكون في طرف تالت بيكون هو مل منك خلاص. بعد ما كنت شخص صعب اتحولت في ايده العجينة وشكلك وسيطر عليك، وتأكد انك خلاص حبيته. وقتها هيلاقي ضحية تانية يعيد معها نفس الحوار. بيكون صعب تحب او تنسى النرجسي لانه نسج لك صورة الحب الحقيقي، وعرف نقاط ضعفك ولعب عليها، وقدر يملى فراغ يومك، وقدر يسمعك كلام حلو. الكلام ده اللي هيفضل يكذب كل حاجة وحشة أو فعل سيء بيصدر عنه. هتفضل تفتكر قد إيه كان بيحلف إنه بيحبك وبيوعدك وبيطمنك بوجوده وبيملى فراغك وبيشبع عاطفتك. وعوده كلها كانت مجرد كلام، بس مش هتشوف منه أي فعل. فمن كتر الوعود والكلام الحلو ما بتكونش مصدق إن القصة انتهت، لكن في الحقيقة هي انتهت.